مساء الخير يا كل اخواتي وصحابي وحبايبي. اهلا بيكم في قناة حياة المطبخ مع راشا. اتمنى انها تعجبكم وان شاء الله نقدم لكم كل جديد ومفيد باذن الله. هنا بقى هنقول لكم على المشتريات اللي احنا جبناها مع بعض. هنا انا كنت جايبه كيسين مكرونه ده ب25 جنيه. كان من صاحب السعادة، تمام، يعني انا بالصدفة كده فقلت بصراحة اجربه، بس كان نزل عليه عرض يعني وكده وكان اغلى من كده. هنا بقى الاستريبس ده انا جايبة نوعين. بصوا، نوع ملحم مليان الفراخ باينة فيه والتتبيلة بتاعته تحفة، وده من المولعتين اللي انا فتحته قدامكم. اما النوع التاني دوت من اطياب، بس اسمه اطياب المحلات، يعني هو تبع المحلات، تمام. وهبقى اقول لكم ايه الفرق بين ده وده. هنا بقى معانا دي برضو علبة بانيه جاهز، تشيكن، كنت جايباها برضو عليها عرض، كانت ب60 جنيه، هي اغلى من كده، تمام، هي تقريبا فيها 20 قطعة تقريبا كده. هنا بقى معانا جبت كيس ملوخية. جبنا كيس صلصة أول مرة استعملها من بسمة، وبرضه ما استعملها أقول لكم ايه الأخبار. وجبنا ورقة جلاش، كان تبع فريش وسمبوسة. الحاجة اللي بلاقيها عليها عرض بجيبها، يعني عندكم الجبنة دي كده من صاحب السعادة برضو، يعني أنا كنت بالصدفة هناك في عباس العقاد. هو في عباس العقاد صاحب السعادة اللي في عباس العقاد في زهراء. دي اللبنة دي كان تقريبا ب100، عامل عليها عرض كانت ب75. والعلبتين الجبنة التانية الصفرا والزرقاء دي كانت ب50. نزلها ب25، يعني العلبتين ب50. تابعوا الحاجات دي والعروض، وانتوا أولى في الغلا اللي احنا فيه دوت. برضو دوت كان علبة قشطة كان عليها عرض، جبتها ب20 جنيه، انا مش فاكرة كانت بكام بس كانت اغلى، كل الحاجات دي عليها عروض. وكريم جانتشي برضو جبته، ده بقى الكينج ده بقى دوت جوز الهند، زيت جوز الهند، ده الاصلي من صاحب السعادة. ده كان ب350، انا جبته ب250، تمام. وده خل بكر التفاح حلو جدا. ودبس الرمان ده برضو انا جربته كويس قوي، ده ب35 جنيه من عنده، وبتاخدوا التلاتة ب100، عايزة واحدة تاخدي، عايزة اقل تاخدي. وديت مايونيز لايت للسلطة، حلو قوي، انا مجرباه برضو. وده زيت الزيتون دوت، كانوا الاتنين عليهم عرض تقريبا ب100. هي الازازة مش كبيرة بس حلوة قوي. والكيكات دي برضو جبتها، برضو كان عليها عرض جبتهم. الحاجات دي بتنفع، انا بجيبها وبركنها في البيت. لاني انا قاعده في حته يعني ما فيش حواليا خدمات وكده، فبجيب الحاجات دي، مش حاجات الشهر، يعني حاجات بركنها كل ما بيبقى في امكانيات، بنجيب الحاجات دي ونركنها. وان شاء الله اقدم لكم برضو حاجات تانية في التسويق، اشترينا حاجات، عملنا حاجات، هقول لكم ايه المفيد.